عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية. طليت عليكم فيديو جديد. الفيديو تاعنا لليوم باش نقدم لكم فيه وصفة من الوصفات الصيفية كما تعرفوا توا الصيف، وماذا بينا نحضروا حويجة هكا خفافي لف وبنينة في نفس الوقت. اليوم اخترت باش نحضر معاكم المقلوب التونسي، ونقول لكم ابقاو معايا لاخر الفيديو باش تشوفوا كل المراحل تحضير وصفتنا لليوم. لأن توا أول حاجة باش نبدأ نحضر العجينة هي الأولى. خديت 700 جرام فرينة، عليهم كعبة ياغورت ناتوريل عادية. بالنسبة للياغورت تنجموا تعوضوه بالحليب، ما تحبوش تحطوا ياغورت تنجموا تحطوا حليب. عندي 4 مغارف متاع ماكلة زيت، ملح حسب الذوق، مغرفة صغيرة متاع سكر، وخذيت 10 أجرامات خميرة خبز. هذوما هما توا المكونات بالنسبة للعجينة. نبدأ توا باش نحضر. أول حاجة باش نحط الخميرة نتاعي تتفاعل الساعة هي الأولى. حطيت السكر، الخميرة، شوية ماء دافي باش نحركهم بالباهي، ونولي نغطي الكاس نتاعي بالبابي سولوفان ونخليها على شيرة لين الخميرة نتاعي تتفاعل. لأن توا خديت الفرينة حطيت عليها الزيت باش نحركها باش يدخل الزيت في الفرينة ديكا. نحط الملح كيف نهك على شيرة. نجيب توا الخميرة متاعي كيما تشوفوا لنا الخميرة متاعي تفاعلت، نضيفها. لأن توا خديت نفس الكاس هذاك باش نحط فيه الياغورت، لأن الياغورت على خاطره بارد مازلت كي خرجته من الفريجيدير حطيته في الكاس، وباش نضيف عليه شوية ماء سخونة على خاطر ما يلزمنيش نحط كعبة الياغورت باردة. كيما تعرفوا الخميرة ما نضيفوش عليها حاجة باردة. أنا لأن صبيت عليها شوية ماء حركتها كيف هكا بالكدي، وتوا كملت ضفتها فوق الفرينة. توا لنا بعد ما لي كملت حطيت كل شيء، ما تبقى كان باش نحط العجينه متاعي تتعجن بالباهي. بالنسبه للعجينه يلزمها تتعجن بالكدي باش نتحصلوا على نتيجه باهيه. وهذه العجينه متاعي توا كملت عجنت، نلمها كيف هكا. بالنسبه للقوام نتاعها يلزم يكون كيف هكا، ما تكونش طريه على الاخر وما تكونش يابسه زاد، لازمها تكون كيف هكا. توا لنا باش نغطاها بالبابي سولوفان ونزيد نحط عليها منديله ونخليها لين تخمر. نزيد نضيف عليها منديله كيف هكا ونخليها على الشيرة تخمر، ونمشي نبدا نحضر في الفارس متاعي. ورجعت لكم توا مره اخرى. هذه العجينه متاعي توا كملت خمرت. خديت شويه فرينه حطيتها على البلان دي ترافاي، وباش نبدا نقسم في العجينه متاعي كيف هكا. بالنسبة للحجم راهم تاع المقلوب ما يجيش كبير برشا وما يجيش صغير زادا، وديما شوية يبقى لكم انتوما. وهذه الكعبة تاعي الأولى توا كملت حليتها، يلزمها تكون كيف هكا. هوني كما قاعدين تشوفوا فيها، ما يلزمهاش تكون عالية برشا. هوني كما قاعدين تشوفوا فيها في الفيديو. توا نهز الكعيبة نتاعي ونحطها في الطبق متاع الفور. بالنسبة للمقلوبة اللي باش نحضروا معكم اني اليوم باش نحضروا في الفور. كما تعرفوا المقلوب راهو تنجموا تحضروا في المقلة كما تنجموا تحضروا في الفور. هذه الكعيبة تاعي الثانية كيف نزيد نحطها في الطبق متاع الفور. وفي الوقيت هذايا راني حل الفور متاعي يسخن، لازم ديما الفور نحلوه من قبل يسخن. بالنسبة للفور حليته على أعلى درجة. المقلوب نطيبوه كيما نطيبوا البيتزا وكيما نطيبوا الخبز. لأن توا بعد ما اللي كملت حليتهم نقبتهم بالفرشيطة وحطيت عليهم جبن موتزاريلا وباش نحطهم في الفور. نهز توا المقلوب نتاعي نحطه في الفور،
وهذوما كعيبات المقلوب متاعي حضروا، نزلت كي خرجتهم تو من الفور. نكملوا تو نشوفوا بقية المكونات متاعنا. هذه الحشوة اللي باش نحشي بها اني المقلوب. خذيت خس، طماطم، بصل وزيتون، زيتون مقصوص، هريسة، سلطة مشوية، تون، مايونيز، والتومة يبقى لكم الاختيار، تنجموا تحشيوه باللي تحبوا التومة. لنا تو باش نبدا نحضر في الكعيبة متاعي الاولى. باش نحط هريسة، سلطة مشوية، مايونيز، نحلهم هكا على الكعب الكل، ونولي نحط السلطة. بالنسبة للمقلوب تحضروه بالتون كيما تنجموا تحضروه بالسكالوب زادا. كما شفتوا الوصفة تاعنا لليوم سهلة وبنينة بنينة على الاخر. الاكلات هذوما ديما يقعدوا مشتين ويقعدوا بناء. كما قلنا تنجموا تحضروه بالتون، تنجموا تحضروه بالسكالوب، السلطة تنجموا تحطوا اللي تحبوا عليه التومة بالطبيعة. وصفة صيفية تحضر فيسع وبنينة، تعملها لصغيراتكم خفلف. هذه توا الكعيبة متاعي الاولى حضرت. نكمل توا نحضر الكعيبات متاعي الاخرين بنفس الطريقة. لأن كملت حضرت الكعيبات متاع المقلوب متاعي، وهذا كان الشكل متاعهم. كما شفتوا اليوم حضرنا مع بعضنا المقلوب التونسي بالتون، وصفة صيفية يحبها الكبار والصغار وبنينة في نفس الوقت. نقص توا لنا الكعبة باش نوريكم الشكل تاعها كيف جات. ما شاء الله نودكم وما نشهيكم، حاجة بنينة 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 على الاخر. على كل ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتي لليوم، واذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش باش تشجعوني بالضغط على زر الاعجاب، لي كومنتير. واذا كانك اول مره تشوف قناتي نحب نقولك تنجم تنضم للقناه بالضغط على زر الاشتراك سابوني وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديدي. كما تنجموا تتبعوني زاد على الانستغرام نتاعي هو حياة كسوس. ويني تو ما تبقى لي باش نقولكم ان شاء الله في فيديو جديد. على بروشين وبسلامه.